هو كتابة مسلسل البيت-بيتي الجزء الثاني تعتبر كتابة كويسة ولا لا؟ اصل الحوار اللي جوه الاحداث تحس ببعض الاحيان انه مرتجل قدام الكاميرا، بس في نفس الوقت ذكاء كتابة المسلسل كانت معتمدة على غباء كتابة القصص الرعب اللي بنشوفها في افلام اجنبية. فتفتكروا مسلسل البيت-بيتي الجزء الثاني فعلا مسلسل جيد وبنفس جودة الجزء الاول؟ هحكي لك. والآن ايدك مش عجباني ابدا. لو ركزت مع كادرات التصوير والاضاءه في المسلسل هتكتشف ان هي الحاجه الوحيده اللي مخرجه لك احساس الرعب اللي انت بتتفرج عليه. يعني مثلا لما يخشوا مكان ضلمه والاضاءه الوحيده جايه من الفلاشات اللي في ايديهم، فهنا انت في عامل نفسي لو اي حد تالت دخل الكادر معاهم انت هتقوم تنط من مكانك. ذكاء التصوير دايما معتمد على كادرات قادره تخضك في اي وقت، بمعنى ان هم دايما عاملين لك حافز نفسي ان احنا ممكن نخضك في اي وقت او اي حد يخش الكادر حتى لو ضحكوا عليك وما دخلولكش عند اساسا. ولكن خلينا نروح لمؤلفين القصه وهو كريم سامي واحمد عبد الوهاب اللي كتبوا قصه بجوده عاليه قوي لنوعيه الاعمال اللي زي دي في مصر. فكره ان هم قادرين يقفلوا لك كل حلقه بشيء غير متوقع نهائي، برغم ان احنا تقريبا هرسنا معظم القصص اللي من النوع ده، الا انهم قادرين يخضوك في نهايه كل حلقه ويخلوك تستنى الحلقه اللي بعدها. كتابه القصه كان في اهتمام شديد وذكاء شديد ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا ما يخلكش تتوقع ايه اللي هيحصل في القصه، فبالتالي هم مخلينك دايما عارف ان في شيء غير متوقع هيحصل في الحلقه دي او في الحلقه اللي بعدها. ولكن برضو خلينا اقول ان في عيب يعتبر باين جدا لينا في كتابه الحوار اللي في المشاهد. تحسوا لو للحظه ان الحوار اللي مكتوب واللي بيقولوه لبعض كانه مرتجل قدام الكاميرا، وده يمكن لان كوميديا الافيهات مش مكتوبه بشكل كبير في السيناريو. يمكن الكوميديا الرئيسيه في المسلسل معتمده على كوميديا الموقف اكتر، وده شيء يعقل على فكره، لان اصلا المسلسل مسلسل رعب، فلازم المواقف اللي تطلع لك منه تكون مواقف كوميديه مش مجرد افيهات هيقعدوا يقولوها لبعض وهم خايفين. فانت ممكن تاخدها انها نقطه قوه للمسلسل ان هم ما حاولوش يضيفوا افيهات زياده في الحوار عشان ما تستثقلش انت الضحك نفسه، وفي نفس الوقت ممكن تكون نقطه ضعف لو انت كنت عايز تضحك طول الوقت. ولكن خلينا بقى نروح للاداء التمثيلي واهميته بالنسبه لنا. للمره المليون نفسي افهم ليه حدد موهبه الفنان سليمان عيد مظلوم بالشكل ده في جيله. الفنان سليمان عيد يمتلك خبره كبيره قوي انه قادر تديله اي شخصيه ويأديها بكفاءه قدام الكاميرا، وده لاجل خبرته الكبيره. ده غير ان الراجل ده موهوب بجد يا جماعه. شخصيه اشرق اللي بيقدمها الفنان سليمان عيد تعتبر من اهم اركان المسلسل. احنا لو شلنا الشخصيه دي من المسلسل القصه نفسها هتنقص كتير. اما عن الفنانه ميرنا جميل فمن وجهه نظري ان شخصيتها لحد دلوقتي في الجزء الثاني والحلقه السادسه ملهاش دور كبير قوي في القصه. يمكن هي دورها استكمال للجزء الاول من القصه، ولكن يمكن مع الوقت شخصيتها يبقى ليها دور اكبر في القصه في الجزء الثاني. ولكن خلينا نروح بقى للبطلين الرئيسيين في العمل، وهو كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر. كل واحد فيهم بيقدم لك نوع كوميديا مختلف عن الثاني. يمكن مصطفى خاطر بيقدم لك كوميديا الافيهات اكتر، يمكن كريم محمود عبد العزيز بيقدم لك كوميديا الموقف اكتر، ولكن في النهايه كل واحد فيهم بيقدم لك نوع كوميديا مختلف عن الثاني. وده يعتبر من ذكاء المسلسل برضه، لان اللي انت بتضحك عليه مش اللي انا بضحك عليه، وان موضوع الكوميديا شيء نسبي لاقصى درجه، فانهم يقدروا يقدموا لك نوعين كوميديا مختلفين في عمل واحد. هم هنا قادرين يكسبوك ويكسبوني في اللي بيضحكك واللي بيضحكني. يعني انت مثلا ممكن تستثقل مصطفى خاطر في المسلسل او ممكن تستثقل كريم محمود، ولكن في النهايه ان لو انت هنجمع ان الاثنين عملوا دور ممتاز. اما لو رحنا للمخرج خالد مرعي فهو اللي عامل لك المزيج ما بين الرعب والكوميديا، هو اللي عامل لك الاجواء اللي ساعات تخوفك وفي معظم الوقت بتضحكك. يمكن المخرج خالد مرعي هو اللي باسلوب اخراجه عرف النوع ده من الفن لمعظم الجمهور اللي بيتفرج على المسلسلات دي. فما بين قصه مكتوبه كويس قوي من مؤلفين العمل وما بين اضاءه وتصوير عبقري بكادرات بجد حطك معظم الوقت في مود رعب حتى لو في ضحك في المسلسل، كان لازم المسلسل بالنسبه لي ياخد تقييم 8.5 من 10، لانك حتى لو اتضايقت من كم مشهد في المسلسل ما تقدرش تقول عليه وحش، وتقدر تفتح اول حلقه دلوقتي وتخلصه بعد شويه لانك هتكر كل الحلقات ورا بعض. ده غير ان انا حابب اوجه رساله شكر لعم عرفه في المسلسل اللي اداني اداء انه يحكي لي قصه رعب ما حصلتش وفي الاخر ما قالش حاجه وضحك علينا. المهم انتوا قولوا لي رايكم في مسلسل البيت-بيتي والجزء الثاني وتقييمكم ليه ايه. مستني رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. والآن ايدك مش عجباني ابدا.